تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بمكادة بطنجة خلال الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في جريمة القتل التي هزت حي طنجة البالية قبل أسابيع، وذلك بعد عملية تمشيط واسعة انتهت بضبطه داخل منزل خال بمنطقة العوامة الشرقية. ووفق مصادر أمنية فإن المشتبه فيه كان في حالة فرار منذ أيام بعدما تمكن من الإفلات من قبضة الأمن أثناء عمليات إعادة تمثيل الجريمة، حين كان يرافق عناصر الشرطة إلى المكان الذي يعتقد أنه أخفى فيه أداة الجريمة. وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية توقيف المعنى بالأمر تمت بعد تتبع دقيق لتحركاته، حيث أظهرت التحريات أنه لجأ إلى منزل خال في العوامة الشرقية محاولا التواري عن الأنظار قبل أن تتم مداهمة المكان بناء على معلومات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية. وقد جرى اقتياد المتهم إلى مقر ولاية الأمن بطنجة قصد إخضاعه للتحقيقات اللازمة بإشراف من النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات قراره والعلاقات التي ساعدته على الاختباء خلال فترة المطاردة. وينتظر أن يحال الموقوف مجددا على العدالة في الأيام القليلة المقبلة بعدما استنفرت واقعة فراره مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة، وأثارت موجات استياء واسعة في أوساط الشارع المحلي.